السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ يا رب دايما تكونوا بخير. زي ما انتم شايفين كنت عاملة معاكم من كام يوم الفتة الجميلة الحلوة بتاعتنا. طب اتبقى طبقين نرميهم؟ لا، كان عندي كام زغلولة ربنا كرمنا بيهم، ورحت قلت اعمل بقى الزغاليل الجميلة الحلوة دي. تمام اهو، والله بصوا الجمال. طبعا شوية الملوخية دول كانوا مع الرز والصلصة زي ما انتم شايفين، وبقية اللحمة والفتة بتوع امبارح. عملت طبعا في ناس بتحب الرز وفي ناس بتحب الفته، فانا عملت رز وملوخيه وفته ولحمه والكلام ده كله. اتبقى طبقين فته كده، رحت عملت جنبهم شويه الزغاليل دي وشويه الشوربه الجمال الحلوين بتوعهم دول، في الف هنا وشفا على كل اللي اكل. فطبعا دي تغيير، يعني ان انا جنب الفته ما ارميهاش، حرام يعني، احنا اقتصاديا يعني، وهنتحاسب على اللقمه اللي بتترمي دي. طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا انا عملت الزغاليل ازاي، هحط لكم اللينك اسفل الفيديو في القناه يا حبايب قلبي، عاملها لكم قبل كده كذا مره. الزغاليل والبط والفراخ واللحمه وكل طريقه، يعني كل الطرق لاسهل واحلى اكل باذن الله، يا رب يكون عاجبكم. طبعا وعصاير بقى يا حبايب قلبي كده، عشان خاطر اللقمه تتبلع كده يعني. زي ما انتوا شايفين، يبقى انت ممكن تعملي فتة، ممكن تعملي رز وملوخية وشوربة، ممكن تعملي لحمة او الزغاليل اللي موجودة عندك. بس انا كان عندي زي ما قلت لكم بواقي الفتة باللحمة اهي زي ما انتوا شايفين، وربنا كرمني بالزغاليل، فقلت اعمل جنبها عشان خاطر كله ياكل وكل واحد ياخد اللي هو بيحبه. يعني في ناس بتاخد تاكل لحمة، في ناس بتاكل فراخ، في ناس بتاكل الزغاليل. قلنا يعني دي اكلة من الاكلات اللي احنا ممكن نعملها، مرة فتة مرة زغاليل وملوخية ورز زي ما انت حابة، وشوية الشرب الجمال الحلوين بتوعتنا دول. تمام. زي ما قلت لك قبل كده، الله اكبر، يعني انا قبل كده عملت لكم كذا فيديو للحمام، بقول لكم ان هو كان صغنون بقى ديناصور زي ما انتم شايفين كده. انت بتعملي له بقى الخلطه بتاعته الجميله بالفريك، انا بعملها دايما بالفريك، في ناس بتعملها بالرز حلوه برده، بس انا بعمل الفريك. احنا بقى الصعايده بيحبوا الفريك. مرة تانية زي ما انتوا شايفين كده عملت كشري مصري. الله 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 الله. وكان عندي كشري مصري واتبقى حبة تاني يوم. وفي ناس ما بتحبش عندي حبايب قلبي مثلا الكشري عشان هما بيعملوا دايت. طب اللي ما بيحبش الكشري نعمل له نطلع من الفريزر كده بواقي كده من الحواوشي اللي شايلينه في الفريزر زي ما انتوا شايفين كده، وعملته في الطاسة، قريته في الطاسة. عندك الحواوشي وعندك الكشري، عاملاه بكذا طريقة يا حبايب قلبي. الكشري على الحلة الواحدة، والكشري اللي هو بقى متعدد الحلل، والحواوشي برضو اللي هو في الفرن او على الصاج او على الطاسه فوق البوتاجاز. كله موجود في القناه باذن الله. هحط لكم كل اللينكات بتاعه الاكلات الحلوه اللي احنا عاملينها دي. طبعا زي ما انت شايفه، ممكن مره تانية تعملي دي اقتراحات حبايب قلبي اللي بيبقى كل يوم بقى تيجي بالليل تقول لك هناكل هنشرب هنعمل اقتراحات حبايب قلبي من اختكم. هنعمل شاورما ورز بالكاري. طيب الرز ده يا حبايب قلبي دايما انا بعمله يعني رز بسمتي. دلوقتي الرز البسمتي ب60 وب70 وب80. طب نعمل بقى؟ هات الرز العادي يا حبايب قلبي، مش هقول لا، واعمليه بنفس الطريقه اللي انا عاملاها دي، وهحطها لكم برضو في اسفل الفيديو. بس يعني الحاجه الوحيده بس اللي بتفرق ان انت الرز دوت البلدي اللي هو الرز العادي بتاعنا بنحط له ميه لغايه ما بنغطي كده بعقله او باتنين، زي رز السمك والشعريه والكلام ده كله، الرز اللي بنعمله. لكن الرز البسمتي بيحتاج كوبايتين ميه، هو ده الفرق بس. لكن الطريقه نفس الطريقه. والشاورما بتاعتنا الجميله الحلوه دي، يبقى ممكن نجيب بانيه او فراخ، صدور فراخ، ونعمل الشاورما الجميله الحلوه دي. هحط لكم برضو طريقتها اسفل الفيديو، طريقه الشاورما والحواوشي والكشري والحمام والرز البسمتي والرز العادي. كل حاجه عاملاها في الفيديو ده حبايب قلبي، هتلاقيني منزلها لكم بالفيديوهات. بس دي اقتراحات قلت انا عاملاها معاكم قبل كده، فمش لازم انزلها لكم كتير بالفيديوهات يعني واصورها، لاني عاملاها ومنزلاها كذا مره بكذا طريقه. كان عندي شوية سلطة كده حلوين جمال بقى، والبنجر بقى والفلفل الألوان والجرجير والبقدونس والخيار والطماطم وكل بقى حاجة عندك حطيها، والكابوتشي، بحيث ان يبقى طبق يعني مكتمل ومتنوع. يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله. يبقى ممكن زي ما قلت لك كان عندي برضو، بصي ما ترميش اي نعمة عندك موجودة، حرام خسارة ما ترميهاش، يعني هنتسأل على كل اكل احنا بناكله. ولو عندك حاجة زيادة ومش هتاكليها حبيبة قلبي وحلوة كده، حطيها في طبق وطلعيها لحبايبك. البطاطس جميلة الحلوة اهي كانت باقي عندنا من امبارح،
يجي طبق اهو زي ما انتم شايفين، هحطه برضو جنب الاكل، والف هنا وشفا. دي اقتراحات يعني حبايب قلبي بسيطة كده من القناة. طبعا كان برضو يعني عندي كام سمكية كده، فقلت اقليهم واعمل لهم شوية رز ابيض زي ما انتم شايفين كده. لما بيتبقى عندي سمك ما ببقاش قلياه، يعني ببقى سايباه كده مبدراه. يعني لان انا بقى يعني يعني بعمل اول باول، يعني السمك بالذات يعني بعمل رز والسلطه والسمك اقلي للي موجود، اللي مش موجود اسيبه كده من غير قليه عشان يفضل سخن وجميل، لما حد يجي من الشغل، حد يجي من درس، حد يجي من بره، ياكلوا ايه سخن بسخن. فاتبقى عندي كام واحده متبدرين في الدقيق. رحت ايه تاني يوم عامله شويه رز حلوين زي ما انتم شايفين كده، وقالتهم حطهم على مناديل عشان يشربوا كل الزيوت اللي متبقيه. طبعا الكام سمكه دولت مش هيكفوا الكل، فانا هعمل جنبهم حاجه تانية تكمله. يعني انا بقولك ان انت لو يعني الاقتراحات في الاكل، ولو انت عايزه تعملي تكمله جنب الاكل اللي عندك ممكن تعملي ايه. يعني انا بشوف ايه اللي بيحبوه اللي متوفر عندي في التلاجة واعمله. دي بصلايه صغيره زي ما انتم شايفين كده، صفرتها كده اهوت في السمنه. هعمل ايه بعدين بحطيت القوانص. بصوا القوانص عشان طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان هي بتحتاج سوى اكتر من الكبد، فبقطعها صغير والكبد بقطعها كبير. وبعدين بحط القوانص الاول، تاخد لها كده تشويحتين 3 كده مع بعض، تستوي نص سوا قبل ما احط الكبده، عشان الكبده بتتهري على طول، لكن القوانص حبايب قلبي بتاخد لها فتره عقبال ما بتستوي. نغطيها شويه حبايب قلبي زي ما انتم شايفين. حطيت لها كده شويه ايه ملح وفلفل، وهنسيبها تتغطى شويه كده لغايه ما تستوي نص السوا قبل ما احط لها الكبده. زي ما انتم شايفين حبايب قلبي، اي اكله من الاكلات اللي موجوده في الفيديو ده هتلاقوني، لو انتوا عايزين تشوفوها بالتفصيل او من الالف للياء، هتلاقوني حطها لكم باذن الله في الصندوق اسفل الفيديو ان شاء الله، صندوق الوصف، او السمك الشبار البلطي الجميل الحلو بتاعنا. هتلاقوني عامله في القناه اسماك بانواع كتير، اشي مقلي واشي مشوي على الصاجه وفي الفرن، اشي سنجاري، انواع كتير. وطبق السلطه الجميل الاساسي دايما في كل غدا معانا، يعني سواء سمك او غيره لازم يبقى موجود على طبلتك او سفرتك يا حبيبه قلبي. الرز اهو جميل بقول لكم استوى وزي الفل. زي ما انتم شايفين اهو القوانص. قلنا نشغل الغسالة بقى، يعني احنا طالما بنعمل اكل بقى نشغل الغسالة. الله الله الله، القوانص بصوا بتستوي ازاي. ده الشيز كيك يا حبايب قلبي، عاملاه في القناة. قلت لكم لو عندكم بسكوت من بتاع العيد ومش عارفين تعملوا ايه واتكسر ومش عايزين تاكلوه، ممكن تعملوا الشيز كيك زي كده بالشوكولاته او بالجيلي من فوق بدل الشوكولاته. لو انتم مش عايزين هتلاقوه في القناة يا حبايب قلبي. التشيز كيك جميل جدا جدا. طبقه بسكوت طبعا وطبقه كريم شانتيه بالجبنه اللي هي ابو الولد عشان تبقى دلعه يعني مش مالحه، ومن فوق طبقه شوكولاته. ليها طريقه سهله وبسيطه بس طعمه 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 والله يا جماعه ما اقولكوش. يعني تنسوش لو وصلتوا لغايه من هنا يا جماعه صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وتدوسوا لايك. انا بحبكم في الله، وبحاول يعني اعلم اخواتي الصغيرين وبناتي الصغيرين اللي هم سنه اولى زواج ان هم تبقى الواحده شاطره بقى وناصحه كده، تعمل حاجه حلوه لبيتها لضيوفها، تبقى شغاله البوتاجاز شغال والغساله شغاله وايديها كده تبقى فيه كده شعله نشاط وطاقه ما شاء الله. بوريكم بصوا الطبقات حاجه تحفه. طبقه البسكوت يا جماعه مفرومه في الكبه دي، وعليها كده كام معلقه سمنه كده بسيطه، وكريم شانتيه زي ما قلت لكم بالجبنه، ومن فوق الشوكولاته. لا حاجه يعني سهله وبسيطه بس طعمه جدا جدا جدا. خلاص لقينا بقى كده ايه القوانص تقريبا نص سوا او 3/4 سوا. نحط الكبده زي ما انتم شايفين كده ونقلبها ونغطي عليها كده على نار هاديه. هي ايه هتستوي جميله وهتبقى زي الفل وطعمه. ونحطها كده جنب شويه الرز وجنب شويه السلطه وشويه السمك الموجودين. قبل ما نقفل عليها طبعا حطينا لها كده قرن فلفل رومي وقرن فلفل ايه
شتيطه للي بيحب سبايسي، ولو عندي الوان ساعات بحط، هتلاقوا في القناه. يعني ولقمه هنيه تكفي 100. بسم الله ما شاء الله. طبعا لو انت مش هتعملي بقى وما عندكيش سمك ولا رز وهتعملي كبد وقوانص بس، هتعملي جنبها مثلا ممكن رز يعني بسمتي، ممكن هتعملي جنبها شويه مكرونه وبطاطس، ممكن برغيفين عيش، وتاكلي الف هنا وشفا. اهو يا حبايب قلبي. نخش كده على الاكله اللي بعديها، ممكن تكون ايه تفتكروا؟ ممكن تكون ايه؟ دي كلها اقتراحات، مره رز وسمك وسلطه، مره كبد وقوانص وشويه مكرونه او بطاطس مقليه جميله، مره زي ما قلت لكم كشري، مره ممكن اللهم صل على النبي زي ما قلنا في الفيديو رز بالشاورما، او شاورما جنبها مكرونه، او اللي انت حباه، او ممكن كريبات وتعملي بيها الشاورما زي ما احنا عاملين في القناه. دي بقى يا جماعه صنف حلو طبعا، محدش يقول ان هما ما بيحبوش، انا هزعل منه. ده كنافه بالمانجا، حاجه خطيره، انا بموت فيها، عندنا الاسره كلها ما فيش حد بيقول لها لا. هتلاقوها برضو في القناه، وهحط لكم في الصندوق اسفل الوصف طريقتها. عملناها كبات وعملناها صواني كبيره جميله جدا، طعمه جدا. بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا على كل اللي حابب، اعملي وابهري جوزك واولادك وضيوفك في مناسبات، في اعياد ميلاد، في حفلات. انا بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.